يلا بينا نراجع الوحدة الأولى. الدرس الأول التفاعلات الكيميائية. التفاعل الكيميائي هو كسر الروابط بين المتفاعلات وتكوين روابط جديدة بين النواتج. يعني مثلا دول أحمد وعلياء مخطوبين فبينهم رابطة، ودول باسم وحسناء بينهم رابطة. أكسر الروابط بينهم وأخلي أحمد ياخد حسناء وباسم ياخد علياء. كده أنا كسرت روابط المتفاعلات وكونت روابط النواتج. التفاعلات الكيميائية ليها 3 أنواع: 1. الانحلال الحراري، 2. الإحلال، 3. الأكسدة والاختزال. تقدر تشيل كلمة انحلال وتحط تفكك. انت أكيد فهمتني. أيوة، النوع ده عبارة عن إني أسخن المركب فيتفكك لعناصره الأولية. عندي 5 أنواع للانحلال، ركز هنا. 1. أكاسيد الفلزات. أكسيد يعني أكسجين O2. اتفقنا إن لما هسخن المركب هيتفكك. طيب مركب زي أكسيد الزئبق لما سخنه بيتفكك لزئبق وأكسجين. يبقى القاعدة عندي أي أكسيد فلز يتسخن يتفكك لفلز وأكسجين. معادلة التفاعل ده تتكتب إزاي؟ أكسيد الزئبق HgO سهم وعليه حرارة يدينا زئبق Hg لوحده وأكسجين O2 لوحده. نوزن المعادلة يبقى هنا 2 وهنا 2. ركز كده، أكسيد الزئبق لونه أحمر والزئبق لونه فضي. ولو سألك كيف يمكنك الكشف عن غاز الأكسجين في تفاعل تفكك أكسيد الزئبق، تقول له إيه؟ لما قرب عود كبريت من الأنبوبة بيزيد توهجه. النوع التاني من المركبات اللي لما نسخنها تتفكك هيدروكسيدات الفلزات، وهيدروكسيدات دي يعني مجموعة ال OH، ودي بتتفكك لأكسيد فلز وبخار مية. عندك مثلا هيدروكسيد النحاس، لو سخنته يتفكك لأكسيد النحاس وبخار مية. هيدروكسيد النحاس رمزه CuOH/2، سهمه عليه حرارة يدينا CuO زائد H2O. عشان تفهم الاتنين اللي تحت دي معناها 2O و2H، فالنحاس خد واحدة O فضل 2H وواحدة O، طلعوا مع بعض على هيئة H2O. مهم جدا تعرف إن لون هيدروكسيد النحاس أزرق على دماغك ولون أكسيد النحاس أسود، وطبعا المعادلة موزونة. النوع الثالث كربونات الفلزات. كربونات يعني CO3 وتكافؤها ثنائي، والمفروض إن كربونات الفلزات لما تتفكك تدي أكسيد الفلز وثاني أكسيد الكربون. زي مركب كربونات النحاس بيتفكك لأكسيد النحاس وثاني أكسيد الكربون. أهم حاجة المعادلة، النحاس رمزه Cu والكربونات CO3، التكافؤات متشابهة يبقى طير يديني CuCO3، سهمه عليه حرارة يدينا أكسيد النحاس CuO وثاني أكسيد الكربون CO2. انت دلوقتي هتقول لي يا مستر أنا طول ما انت بتشرح أنا فاهم، لكن وقت السؤال المعادلات بتدخل في بعضها. أقول لك ثواني نخلص وهربط لك ال5 معادلات ببعض بطريقة عمرك ما هتنساها. مش أنا قلت لك النحاس هنا بيشحت أكسجينة؟ نفس الفكرة، النحاس دايما بياخد أكسجينة. طيب لما ياخد أكسجينة من CO3 يتفضل كام؟ بالظبط CO2. لون كربونات النحاس أخضر ولون أكسيد النحاس أسود. ولو سألك كيف يمكنك الكشف عن ثاني أكسيد الكربون، أقول له يعكر ماء الجير الرائق اللي ربنا يعكر مزاجه. النوع الرابع كبريتات الفلزات. الكبريتات SO4 تكافؤها ثنائي، ولما تتفكك برضو تدينا أكسيد الفلز زائد غاز ثالث أكسيد الكبريت. المثال يا صديقي، كبريتات النحاس رمزها CuSO4، سهمه عليه حرارة تدينا أكسيد النحاس الأسود CuO زائد غاز ثالث أكسيد الكبريت SO3. لو لاحظت النحاس عمل إيه؟ خد أكسجينة والباقي طلع. لون كبريتات النحاس أزرق، وغاز ثالث أكسيد الكبريت ده غاز سام. النوع الخامس والأخير من المركبات اللي لما نسخنها تتفكك هو نترات الفلزات، والنترات رمزها NO3 تكافؤها أحادي، ولما تتفكك تفقد أكسجينة وتتحول لنيتريت الفلز زائد طبعا غاز الأكسجين. مثال على كده نترات الصوديوم رمزها NaNO3، سهمه عليه حرارة تدينا نيتريت الصوديوم NaNO2 زائد غاز الأكسجين O2. أول حاجة هتلاحظها إن المعادلة مش موزونة،
ولو طبقت الخطوات بتاعة فيديو وزن المعادلات هتلاقي هنا 2 وهنا 2. لون نترات الصوديوم أبيض، بعد التسخين بيبقى أبيض مصفر اللي هو النيتريت نتيجة خروج غاز الأكسجين اللي كلنا عرفنا إنه بيزود توهج عود ثقاب مشتعل. بص بقى، الخطوة الجاية دي للناس اللي عايزة تبصمج ال5 معادلات وما توجعش دماغها. من حيث وزن المعادلات، ال3 اللي فيهم نحاس موزونين، وكل اللي بنعمله إن النحاس ياخد أكسجينة والباقي يطلع. الأولى والأخيرة وزنها 2-2-2-2، وربنا يسامحنا على العك ده. من الاختراعات اللي مبنية على أساس تفاعلات الانحلال الحراري الوسادة الهوائية، ودي فكرتها إن بيكون جواها مادة أزيد الصوديوم رمزها NaN3، ولما يحصل حادثة أو العربية تقف فجأة يقوم يحصل شرر كهربي يولد حرارة، فيفكك مادة أزيد الصوديوم لصوديوم ونيتروجين في 40 ملي ثانية تقريبا. فالنيتروجين عشان خفيف وسريع الانتشار يملى الوسادة بسرعة فتحمي السواق. تاني نوع من التفاعلات الإحلال، وده أنا بسميه تفاعلات البلطجة، هتفهم ليه دلوقتي. النوع الأول من البلطجة دي بيحصل إزاي؟ يبقى أحمد ماشي في أمان الله مع خطيبته علياء في الشارع، ومعدي باسم شافهم يجي ضارب أحمد وواخد علياء منه ويسيبه لوحده، وده بنسميه إحلال بسيط، إن العنصر الأقوى والأنشط يحل محل العنصر الأقل نشاطا. النوع التاني، يبقى أحمد وعلياء ماشيين ويشوفهم باسم بس المرة دي معاه حسناء، فيقوم يبدل مع أحمد، باسم ياخد علياء وأحمد ياخد حسناء، التغيير مطلوب برضه، وده بنسميه إحلال مزدوج، إن يحصل تبادل للأيونات عشان نكون مركبين جداد. ناخد بقى الإحلال البسيط بالتفصيل. قلنا إن العنصر الأنشط بيحل محل العنصر الأقل نشاطا. طب يا مستر إزاي أعرف إن العنصر نشط أو لأ؟ عندك يا سيدي متسلسلة النشاط الكيميائي اللي العلماء اجتهدوا ورتبوا فيها العناصر تنازليا حسب نشاطها الكيميائي. وعشان تحفظ المتسلسلة دي قول ورايا: بص، بكم أخ حقر الهيدروجين نزف البلاتين والذهب. بص، الباء بوتاسيوم والصاد صوديوم، دول أنشط 2، وطبعا كل حرف من الجملة دي عبارة عن عنصر. مع نفسك بقى وعيش. أهم حاجة مهم جدا تعرف إن اللي فوق الهيدروجين يقدر يشيله، يعني يقدر يبلطج عليه، سواء الهيدروجين ده بتاع المية اللي هو HOH أو بتاع الحمض المخفف زي ال HCl مثلا. لكن العناصر اللي تحت ال H ما تقدرش تحل محله. يبقى لو قال لي علل لا يتفاعل النحاس مع الحمض المخفف، أقول له لأن النحاس أقل نشاطا من هيدروجين الحمض. أنواع تفاعلات الإحلال البسيط إيه بقى؟ 3 أنواع. 1، إن فلز نشط من اللي فوق الهيدروجين يحل محله في مركب المية، وطبعا المركب الناتج هيكون هيدروكسيد الفلز زائد هيدروجين وحرارة. مثلا لو حطينا الصوديوم في المية فالمعادلة هتكون كالتالي: Na زائد H2O سهم يدينا NaOH زائد H2 زائد حرارة. ونوزن المعادلة فنحط هنا 2 وهنا 2 وهنا 2. وفر على نفسك البصمجة وارجع شوف فيديو وزن المعادلات لو ما شفتوش. ايه بقى اللي حصل هنا؟ دلوقتي المية عبارة عن HOH والصوديوم بلطجي كبير في أول السلسلة، فيشيل الهيدروجين وياخد منه ال OH ويخرجه لوحده. ولو سألتك ازاي تكشف عن غاز الهيدروجين ده هتقولي انه بيشتعل بفرقعة عند تقريب عود ثقاب مشتعل منه. النوع الثاني من تفاعلات الإحلال البسيط إن فلز نشط يحل محل هيدروجين الحمض المخفف، وطبعا المركب الناتج هيكون ملح الحمض وغاز الهيدروجين. تعال نفهم. هنجيب أنبوبة فيها HCl مخفف ونحط مرة معاه خرسين ZN، ومرة تانية ألمونيوم Al، مرة تالتة نحاس Cu. انت أكيد أشطر مني دلوقتي في الحتة دي، قدامك المتسلسلة، فعارف إن الخرسين والألمونيوم هيتفاعلوا، لكن النحاس لأ لأنه أقل نشاطا. ممتاز قوي. بس مش هنا التركاية. بص بقى، مش الألمونيوم قبل الخرسين
يعني أنشط منه، يعني المفروض يتفاعل أسرع. هتقول لي مظبوط. لا، مش ده اللي بيحصل، لأن الألمنيوم بيتكون عليه طبقة من أكسيد الألمنيوم رمزها Al2O3، بتعزله عن الحمض وبتاخد فترة لحد ما تتاكل، وده اللي بيأخر تفاعله. وركز قوي على سؤال علل هنا. طب ازاي اكتب المعادلات دي؟ بسيطة. الخرسين ZN، حمض الهيدروكلوريك HCl، سهم واكتب عليه مخفف. الخرسين يشيل ال H يبقى ZnCl2، وقول لي انت بقى ليه 2 زائد H2. اوزن المعادلة يبقى هنا 2. المعادلة التانية الألمنيوم Al زائد HCl، سهم وعليه مخفف، الألمنيوم يشيل ال H يدينا AlCl3، وقول لي برضو ليه 3 زائد H2. ووزن بالطريقة بتاعتنا هيطلع معاك هنا 2، هنا 6، هنا 2، وهنا 3. معادلة النحاس Cu زائد HCl، سهم وعليه مخفف، يبقى لا يحدث تفاعل. النوع الثالث من تفاعلات الإحلال البسيط إن فلز نشط يحل محل فلز أقل منه نشاطا. رجعنا للبلطجة، يعني المغنيسيوم مثلا رمزه Mg، لما أضيفه على كبريتات النحاس الزرقاء اللي هي CuSO4، المغنيسيوم أنشط من النحاس، فيقول له قوم ياض اعمل شاي، ويقعد مكانه، ولما يعمل شاي ويرجع يقعده على الأرض يترسب. طب لو سألتك هو ينفع يحصل العكس؟ تقول لي لا طبعا، النحاس عمره ما يقدر يشيل المغنيسيوم من مكانه. وهنا سؤال الامتحانات بتحبه، يقول لك علل ليه ما ينفعش نحط نترات الفضة في أواني من الألمنيوم. هتقول له طبعا عشان الألمنيوم أنشط من الفضة فيحل محلها، فيقوم الطبق يتاكل. طب سؤال تاني بما إنك شاطر كده، البوتاسيوم مع المية أسرع ولا المغنيسيوم مع المية؟ بالعقل كده يا مستر، البوتاسيوم طبعا، ده الكوماندو بتاع السلسلة. تاني نوع من تفاعلات البلطجة هو الإحلال المزدوج، وده عبارة عن تبادل الأيونات بين مركبين مختلفين عشان نحصل على مركبين جداد، وليه 3 أنواع. واحد، إن المركبين يكون واحد حمض والتاني قلوي، ولما يتفاعلوا مع بعض يدونا ملح ومية. التفاعل ده اسمه تفاعل التعادل. طب يا مستر معلش، ازاي اعرف ان المركب حمض او قلوي او ملح؟ بص يا سيدي، المية رمزها H2O عارفينه، اي مركب هيبدأ ب H تاني غير المية يبقى حمض، واي مركب ينتهي ب OH يبقى قلوي. لو مش في اوله H ولا في اخره OH يبقى غالبا ملح. يعني مثلا تفاعل هيدروكسيد الصوديوم اللي رمزها NaOH مع حمض الهيدروكلوريك HCl، ايه اللي بيحصل؟ هكسر المركبين، الشمال دايما موجب واليمين سالب، واخلي الموجب من هنا مع السالب من هنا، يطلع الناتج NaCl زائد HOH اللي هي H2O. معلومة ليك بقى، لو سخنت المركب الناتج المية هتتبخر ويتفضل كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام. النوع التاني إن يكون مركب حمض والتاني ملح، وعرفنا إن الحمض أوله H والملح لا أوله H ولا آخره OH. عندك مثلا كربونات الصوديوم Na2CO3، ده ملح لما أضيفه على حمض HCl اللي بيحصل هنكسر المركبين، الموجب ياخد السالب والموجب ياخد السالب، يطلع الناتج كلوريد الصوديوم NaCl زائد H2CO3. واخد بالك المركب ده بادئ ب H، ده اسمه حمض الكربونيك، وده بيتفكك بسرعة جدا لمية وثاني أكسيد الكربون. وطبعا انت عارف ان ثاني أكسيد الكربون بيعكر ماء الجير الرائق، والتفاعل ده بيكون مصحوب بفوران. دلوقتي قدامك 3 أنابيب، عايزك تحدد مين مش هيحصل له تفاعل ومين الأنبوبة اللي هيحصل فيها فوران وتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. وقف وحل قبل يلا. طبعا في الأنبوبة الثالثة النحاس أقل نشاطا من ال H اللي هو الهيدروجين، فمش هيقدر يشيله فلا يحدث تفاعل. وفي الأنبوبة الأولى ملح كربونات الصوديوم لما يتفاعل مع حمض ال HCl
بيكون مصحوب بفوران وتصاعد غاز CO2. النوع الثالث إن المركبين يكونوا أملاح، بس طبعا لازم يكونوا في مية، بنسميهم محاليل أملاح، والتفاعل ده دايما بيكون راسب، وكلمة راسب يعني ملح لا يذوب في الماء. يبقى لو سألتك نوع من التفاعلات بيكون مصحوب بتكوين راسب، مين هو؟ تقولي تفاعل محاليل الأملاح مع بعضها. ناخد مثال يوضح الدنيا. دلوقتي كلوريد الصوديوم NaCl لما أضيفه على نترات الفضة بيتكون عندي راسب أبيض من كلوريد الفضة اللي رمزه AgCl، زائد نترات الصوديوم اللي رمزها NaNO3. هتلاحظ ان كسرت المركبين والموجب هنا خد السالب هنا والعكس زي كل مرة. ولو سألني هنا علل ليه بيتكون راسب أبيض، أقول له عشان بيتكون كلوريد الفضة اللي ما بيدوبش في المية. النوع الثالث والأخير من أنواع التفاعلات الكيميائية هو الأكسدة والاختزال. ببساطة كده ليها مفهومين، مفهوم تقليدي أو قديم ومفهوم إلكتروني أو حديث. المفهوم التقليدي ده اللي كان العلماء مفكرينه زمان واكتشفوا إنه مش بيتطبق على كل المعادلات، فعملوا المفهوم الحديث. حسب المفهوم التقليدي فكلمة أكسدة معناها اكتساب أكسجين، يبقى طبعا اختزال فقد أكسجين. ناخد مثال يوضح الدنيا. أكسيد النحاس الأسود لما نمرر عليه غاز الهيدروجين بيسرق منه الأكسجين فيخلي لونه أحمر ويتكون بخار المية زائد النحاس لوحده. دلوقتي خليني أسألك، مين حصل له عملية أكسدة؟ هتقولي الهيدروجين، ما كانش معاه أكسجين فاكتسب أكسجين، يبقى حصل له أكسدة. لكن النحاس كان معاه أكسجين ففقده، يبقى حصل له اختزال. ممتاز قوي. بص بقى، اللي يحصل له أكسدة يبقى عامل مختزل، لأنه خلى العنصر التاني يحصل له اختزال، والعكس طبعا. طب يا مستر أنا دماغي لفت. بص يا سيدي، هتحفظ جملة اكتساب أكسجين أكسدة وتعكس الباقي، هتلاقي الدنيا تمام معاك. تعال نجرب هنا. قدامك تفاعل الكربون مع أكسيد النحاس بالشكل ده. حدد عملية الأكسدة، عملية الاختزال، العامل المؤكسد، العامل المختزل. أول خطوة، حط الجملة دي قدامك، اكتساب أكسجين أكسدة. مين اللي اكتسب؟ الكربون ما كانش معاه، بقى معاه أكسجين، يبقى حصل له عملية أكسدة، يبقى عامل مختزل على طول. طيب مين فقد الأكسجين؟ النحاس كان معاه أكسجين ما بقاش معاه، يبقى حصل له عملية اختزال، يبقى عامل مؤكسد. بس يا سيدي، ده كان المفهوم التقليدي. العلماء اكتشفوا إن مش كل التفاعلات فيها أكسجين وهيدروجين، لكن كل التفاعلات فيها أكسدة واختزال، فعملوا المفهوم الإلكتروني. تفاعل زي الصوديوم مع الكلور عشان يدينا ملح كلوريد الصوديوم مفيش أكسجين ولا هيدروجين، فقالوا إن عملية الأكسدة عبارة عن فقد إلكترونات والاختزال العكس. يبقى هنا نحفظ جملة إيه؟ زيادة شحنة أكسدة. هفهمك بالمثال ده. عشان أعرف العامل المؤكسد والمختزل، أول حاجة أقسم المركبين نصين، الشمال موجب واليمين سالب. العناصر اللي لوحدها شحنتها دايما زيرو. لو طلعت من الصفر لقيت الشحنة زادت يبقى حصل أكسدة، لو قلت يبقى اختزال. وطبعا الأكسدة عامل مختزل، واللي يحصل له اختزال عامل مؤكسد. توضيح بسيط، احنا قلنا الأكسدة فقد إلكترونات وزيادة في الشحنة عشان الدنيا ما تدخلش في بعضها. آخر حتة في الأكسدة والاختزال، لو اداني معادلتين بالشكل ده وقال لي مين فيهم معادلة أكسدة ومين اختزال، أعرفها ازاي؟ احنا قلنا الأكسدة فقد إلكترونات، فالإلكترونات هتلاقيها دايما بعد السهم، لكن لو قبل السهم يبقى اختزال. بس كده. عارف ان جالك اكتئاب من الدرس الاول؟ يلا بينا نعالج الاكتئاب ده بالدرس التاني، سرعة التفاعلات الكيميائية. احنا عرفنا ان اي تفاعل عبارة عن متفاعلات بتتحول لنواتج. كلمة سرعة هنا معناها المتفاعلات خدت وقت قد ايه عشان تتحول لنواتج. مثلا
لو عندي مكعب تلج ومستنيه يتحول لمية، فبحسب المكعب قل قد ايه والمية زادت قد ايه في الثانية الواحدة. بكده انا قدرت احسب سرعة تحول المكعب لمية. التفاعلات مش كلها بنفس السرعة يا ابو حميد، في تفاعلات سريعة جدا زي الألعاب النارية، وتفاعلات بطيئة نسبيا زي تكون الصابون من الزيت مع الصودا الكاوية، ده ممكن ياخد يوم أو يومين. تفاعلات بطيئة جدا زي صدأ الحديد ممكن ياخد شهور. في تفاعلات بطيئة جدا جدا ممكن تاخد ملايين السنين زي تكون النفط في باطن الأرض. عشان تفهم يا دكتور سرعة التفاعلات، قدامك رسم بياني بين التركيز والزمن. في بداية التفاعل خالص تركيز المتفاعلات بتبقى 100% كلها موجودة، وبمجرد ما يبدأ التفاعل يبدأ تركيز المتفاعلات يقل والنواتج تزيد لحد ما الاتنين يثبتوا. بكده أعرف إن التفاعل انتهى. خد المثال عشان الصورة توضح. عندي غاز اسمه خامس أكسيد النيتروجين بيتفكك لوحده لثاني أكسيد النيتروجين وأكسجين، والمطلوب إني أرسم شكل بياني أوضح فيه سرعة التفاعل ده. أول حاجة نكتب المعادلة موزونة، ودي أول مرة هنحفظ فيها معادلة لأن طريقة تفككها مش عليك. نوزن المعادلة، يبقى هنا 2 وهنا 4. هرسم علاقة بين التركيز والزمن وبص على المعادلة، هلاقي هنا 2 قبل المتفاعلات. الاتنين دي كمية المتفاعلات، تركيز المتفاعلات، وبنسميه المول. لو بصيت على ثاني أكسيد النيتروجين هلاقيه 4 مول والأكسجين 1 مول. أبدأ أرسم سهم نازل للمتفاعلات، بمعنى إن خامس أكسيد النيتروجين بيقل، وسهمين للنواتج، واحد لثاني أكسيد النيتروجين والتاني للأكسجين. وخد بالك قوي هنا يا دكتور، أنا رسمت السهم اللي طالع ده قد اللي نازل مرتين، لأن تركيز ثاني أكسيد النيتروجين كان 4 مول قد ال2 مول بتاعة خامس أكسيد النيتروجين مرتين. وطبعا الأكسجين عشان 1 مول فالسهم بتاعه نص سهم المتفاعلات. وطبعا لازم تاخد بالك إن التفاعل بينتهي عند ثبوت التركيزات، فالسهم في النهاية لازم يثبت، لا يقل ولا يزيد. اللي احنا عملناه ده يا أبو حميد اسمه قياس سرعة التفاعل نظريا، يعني على الورق، أشكال بيانية وبتاع. لكن دلوقتي لو أنا في المعمل بعمل تفاعل، وليكن حطيت هيدروكسيد الصوديوم على كبريتات النحاس الزرقاء في أنبوبة اختبار، وعايز أعرف التفاعل انتهى ولا لأ، هبص على الأنبوبة. لو اتكون راسب أزرق تقيل أو اختفى اللون الأزرق الخفيف اللي كان موجود، يبقى التفاعل انتهى. وطبعا نواتج المعادلة هكسر المركبين والموجب ياخد السالب زي كل مرة. دلوقتي لو في تفاعل بطيء وعايز أسرعه، فعندي 4 زراير أقدر أتحكم فيهم اسمهم العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل. أول زرار عندي طبيعة المتفاعلات. أسأل المركب لو سمحت نوع ربطتك إيه؟ تساهمية ولا أيونية؟ ومعلش أنت بتتفاعل قطع ولا بتتفتت؟ لو قال لي إن ربطته أيونية يبقى سريع، لأن التفاعل هيتم بين أيونات صغيرة في الحجم. لكن لو قال لي إنها تساهمية يبقى تفاعل بطيء ورزل، لأن التفاعل هيتم بين جزيئات كبيرة، عشان المركبات التساهمية يصعب تأينها في المية، يعني مش بتدوب في المية بسهولة. طيب لو قال لي إنه بيتفاعل قطع، زي مثلا إننا نحط قطعة حديد في حمض ال HCl، التفاعل هيكون بطيء نسبيا، لأن الحمض مش عارف يدخل للجزيئات اللي جوه، فبيتفاعل مع الجزيئات اللي بره بس، وده بنسميه مساحة سطح صغيرة. لكن لو فتت القطعة دي فمساحة السطح هتزيد، لأن الحمض هيقدر يوصل لكل الجزيئات. ومعادلة التفاعل ده هتكون كالتالي: الحديد Fe زائد HCl يدينا كلوريد الحديد FeCl2 زائد H2. ولو انت اتفرجت على الدرس الأول فعارف ان ده إحلال بسيط. الحديد نشط عن الهيدروجين فيشيله ويقعد مكانه، ونوزن المعادلة يبقى هنا 2. الزرار التاني تركيز المتفاعلات. لو جبت كوبايتين مية وحطيت في واحدة معلقة ملح والتانية 3 معالق، يبقى أكيد تركيز التانية أكتر. اثبت هنا بقى، لو زودت التركيز
فعدد التصادمات بين الجزيئات بتزيد، وبالتالي سرعة التفاعل تزيد. ناخد مثال، هجيب كاسين واحط فيهم HCl، واحد مركز والتاني مخفف، واحط شريط مغنيسيوم هنا وهنا. المفروض ان معادلة التفاعل ده بتقولي ان المغنيسيوم Mg لما يتفاعل مع HCl يشيل H ويقعد مكانه، ويتصاعد غاز الهيدروجين H2. فأنا هلاحظ إن كمية الهيدروجين اللي طالع من المركز أكتر من المخفف، يبقى لو زاد التركيز تزيد سرعة التفاعل. مثال تاني، يا ترى احتراق سلك الألمنيوم بتاع التنظيف في أكسجين نقي أسرع ولا في أكسجين الهواء الجوي؟ طبعا في الأكسجين النقي. تالت زرار، درجة الحرارة كل ما تزيد فسرعة الجزيئات تزيد، وبالتالي عدد التصادمات تزيد، فسرعة التفاعل ككل بتزيد. ومثال على كده، هات قرصين فوار وحط واحد في مية باردة والتاني في مية سخنة، أكيد اللي في مية سخنة هيفور أسرع. وبنفس المفهوم لو قللت درجة الحرارة فالتفاعل يكون بطيء، عشان كده بنحط الأكل في التلاجة. يسألني هنا علل ليه بقى بنحط الأكل في التلاجة؟ أقول له لأن درجة الحرارة المنخفضة بتقلل سرعة تفاعل البكتيريا اللي بتسبب تلف الأكل. رابع زرار أقدر أسرع أو أبطئ به التفاعل هي العوامل الحفازة، ودي مواد كيميائية معينة بتزود أو تقلل التفاعل من غير ما تتغير، زي ما دخلت بتخرج. لو العامل ده زود التفاعل ساعتها بسميه تفاعل حفزي موجب، ولو قلله يبقى تفاعل حفزي سالب. مثال على الكلام ده، عندك فوق أكسيد الهيدروجين، ده مركب بيتفكك لوحده تلقائيا لمية وأكسجين، بس بياخد شوية وقت. أول ما أحط عليه العامل الحفاز اللي هو ثاني أكسيد المنجنيز، ألاقي غاز الأكسجين اللي بيطلع زاد جدا والتفاعل ينتهي بسرعة. جسم الإنسان بيحصل جواه تفاعلات كيميائية كتيرة جدا، أبسطها عملية الهضم مثلا، ولازم يكون موجود نوع من العوامل الحفازة عشان تسرع التفاعلات دي. فالجسم بينتج مواد كيميائية تشتغل كعوامل حفازة تزود سرعة التفاعلات البيولوجية دي، والنوع ده بنسميه الإنزيمات. الإنزيمات بتسرع التفاعلات يمكن آلاف أو ملايين المرات، وكل إنزيم له وظيفة واحدة محددة ممكن يعملها مليون مرة في الدقيقة عادي. مثال، عندك إنزيم الأكسيديز اللي موجود في البطاطا. عشان أعرف إنه إنزيم بيسرع التفاعل فعلا هحطه على مركب فوق أكسيد الهيدروجين، هلاقيه بدأ يتفكك أسرع وتصاعد الأكسجين زاد، لكن طبعا مش بنفس سرعة أكسيد المنجنيز. تعال نلخص يا أبو حميد كل اللي فات ده عشان عارف إن دماغك ساحت. سرعة التفاعل الكيميائي للمركبات الأيونية أكبر من المركبات التساهمية، وأقدر أقيسها عمليا باختفاء إحدى المتفاعلات أو ظهور إحدى النواتج، وبتتناسب طرديا مع مساحة السطح والتركيز ودرجة الحرارة، وبتزيد لو حطيت عامل حفز موجب وتقل لو حطيت عامل حفز سالب. من التطبيقات على العوامل الحفازة المحول الحفزي، وباختصار ده وظيفته إن ينظف الغاز اللي خارج من العربية عشان ما يضرش البيئة. بيبقى عبارة عن 3 شعب أو 3 مراحل، كل واحدة مصنوعة من الخزف أو السيراميك ومطلية بعامل حفاز غالي حبتين زي الأيريديوم أو البلاديوم. فكرة الخلايا اللي مصنوعة من السيراميك دي إنها بتكون متخرمة زي خلية النحل كده عشان تفرق الغاز، وبالتالي تزود مساحة السطح المعرض للعامل الحفاز. وكمان المحول بيكون جنب الموتور عشان يكون سخن فيشتغل بكفاءة عالية. آخر حتة في الدرس العسل ده شوية استخدامات لبيكربونات الصوديوم، ودي ممكن تجيبها من العطار. ممكن تحطها في كيس المكنسة عشان ريحة التراب، أو تحطها في الحوض عشان تسلكه، أو في باسكت الزبالة عشان الريحة، أو تحطها في مية مع الفاصوليا أو الفول أو البقوليات عامة عشان تمنع الانتفاخ المصاحب للأكل. ممكن نغليها في مية مع المعالق عشان تلمعها، وممكن نحطها في أماكن النمل عشان يختفي. بس كده يا أبو حميد، أشوفك على خير. الدرس اللي عامل قلق كل شوية، مستر مسائل الطيار، مستر وحياة أبوك مسائل الطيار. يلا بينا يا سيدي،
تخيل معايا ان ده شارع وكل الناس دي ماشية فيه، وده عطية لاحظ ان في جهاز على جنب الطريق مكتوب عليه حرف ال A ومحدد علامة على الشارع بيحسب عدد الناس اللي عدوا من العلامة دي في الثانية الواحدة. لو فرضنا انهم 10 فالجهاز بيكتب 10 امبير. ده معناه ان من كل كمية الناس دي في 10 اشخاص بيعدوا كل ثانية من العلامة دي. ده بالظبط اللي بيحصل في كل سلك كهرباء حضرتك بتشوفه. كل سلك بيبقى جواه عدد من الإلكترونات الحرة واقفة مكانها، ومجرد ما توصل السلك بمصدر تيار كهربي بتبدأ الإلكترونات تتحرك، وحركتها دي بسميها شدة التيار. وعشان أحسبها بركب جهاز الأميتر اللي رمزه A اللي بيحسب كم إلكترون عدى خلال جزء معين من السلك في الثانية الواحدة. لكن لو ما عنديش جهاز الأميتر وعايز أعرف شدة التيار فبحسبها من المثلث ده. ت اللي هي شدة التيار بتساوي كمية الكهربية اللي هي الكاف على الزمن زين. عرفنا إن شدة التيار وحدة قياسها الأمبير، وكمية الكهربية اللي هي عدد الإلكترونات بقيسها بالكولوم، والزمن لازم يكون بالثانية مش بالدقيقة ولا بالساعة. تعال نشوف هتعرف تحسب شدة التيار ولا هتفضحنا وسط الأجانب. وقف الفيديو هنا وجرب قبلي. هما 3 خطوات. 1. أبص على الوحدات وأطلع المعطيات. 2. أحدد المطلوب وأحط عليه علامة استفهام بوحدة قياسه. 3. أعوض في المثلث. يلا بينا. الكولوم ده بتاع كمية الكهربية يبقى معايا الكاف ب5400 كولوم، والنص ساعة ده وحدة قياس الزمن. هيجي واحد أهبل، مش انت طبعا، هيحط الزمن 30 دقيقة وأنا لسه قايل الزمن بالثواني. يبقى الحل إني أحول من دقيقة لثانية، فهضرب 30 في 60 أو أضرب النص ساعة في 60 في 60 هيطلع نفس الناتج. دلوقتي معايا 2 وعايز التالت. أحدد المطلوب اللي هو شدة التيار، أحط عليه استفهام بوحدة قياسه اللي هي الأمبير، أعوض في المثلث يطلع معايا ب3 أمبير. فاكر عطية مش شوية لقى جهاز تاني بس محطوط على الشارع بطريقة غريبة. لما سأل قالوله إن الأميتر اللي انت شفته قبل كده ده بيتوصل على التوالي، لكن ده اسمه فولتميتر بيتوصل على التوازي. هتفهم بعدين الفرق بينهم. لكن يا عم عطية حقك تعرف الفولتميتر ده بيعمل ايه. دلوقتي لو عندي خزانين مية، واحد مليان والتاني فاضي، ووصلت الاتنين ببعض، فعشان أعرف فرق المية اللي اتغير بين الاتنين هحط مسطرة أقيس بيها المية قلت قد إيه في المليان وزادت قد إيه في الفاضي، صح كده؟ أهي دي وظيفة الفولتميتر بس في السلوك. بيقيس فرق الجهد الكهربي بين نقطتين، فلو كان الفرق مثلا 100 فيكتب 100 فولت. طب لو انت مش معاك جهاز الفولتميتر يا عطية تحسب فرق الجهد ازاي؟ بسيطة خالص، من المثلث ده. وطبعا فرق الجهد بالفولت وكمية الكهربية عرفناها بالكولوم. الجديد الشغل المبذول ده، وده معناه هو الخزان المليان عمل مجهود قد ايه عشان ينقل كمية كهربية بمقدار 1 كولوم للخزان الفاضي، والشغل ده بيتقاس بالجول. تعال على طول ندخل على الشغل نشوف هتعرف ولا لا. هنطبق نفس الخطوات. 1. أبص على الوحدات وأطلع المعطيات. عندي كولوم يبقى ده كمية الكهربية ب300 كولوم. هنا جول يبقى الشغل المبذول ب33300 جول. الخطوة التانية عايز فرق الجهد، يبقى أحط استفهام ووحدته الفولت. الخطوة التالتة أعوض في المثلث، هتطلع الجيم ب111 فولت. تركاية مهمة قوي ليك يا عطعوط كمهندس كهرباء قد الدنيا. الفولتميتر ده يقدر يقيس فرق الجهد اللي بين القطب الموجب والسالب في البطارية نفسها زي ما قاسوا في السلك كده، بس بشرط إن الدايرة تكون مفتوحة، وساعتها بنقول إن الفولتميتر بيقيس القوة الدفعة الكهربية للبطارية، اختصارها قاف دال كاف. احنا كده خدنا المثلثين اللي قدامك دول، ولو خدت بالك الكاف عامل مشترك بين المثلثين. يعني ممكن اديلك مسألة عشان تحلها تحتاج تستخدم المثلثين مع بعض. تعال نشوف.
هنحل بالخطوات عادي جدا. عندي هنا فولت يبقى فرق الجهد الجيم ب5، وهنا جول يبقى الشغل المبذول ب20 جول، وهنا ثانية يبقى الزمن ب2 ثانية. عايز شدة التيار. بعد ما طلعت المعطيات وعرفت المطلوب على طول أرسم المثلثين وأعوض. هجيب الكاف من فوق من الشغل على فرق الجهد، 20 على 50 فيها ال4 كولوم. دلوقتي معايا الكاف وكان معايا الزمن، يبقى أعوض وأجيب التيار سهل جدا. تالت حاجة لاحظها عطية وهو ماشي في الشارع، إن في مطبات بتعطل حركة الناس، ودي حاجة مش غريبة، لكن الغريب إن المطبات ليها جهاز بيحسب عددها هي كمان، والجهاز ده اسمه الأوميتر. عطية لاحظ إن المطبات نوعين، في منها اللي ثابت في الطريق ما بيتشالش، وفي نوع تاني زي بتاع البوليس كده بيتفرد ويتشال عادي، متغير يعني. بص بقى يا عطعوط يا ابني، أي سلك في الدنيا بيبقى جواه مقاومة كهربية زي المطبات كده، وظيفتها إنها تعوق حركة التيار، ودي حاجة كويسة جدا مش وحشة، عشان التيار لو سرعته عالية جامد هيحصل مصايب. والمقاومة في منها نوعين، واحد ثابتة، دي اللي موجودة مع أي سلك وبتبقى على حسب طبيعة السلك وبنرسمها كده في الدايرة. 2 متغيرة بتترسم كده، ودي أقدر أتحكم فيها عن طريق جهاز اسمه الريوستات المنزلق. لو ركزت هنا سلك ملفوف على مادة عازلة اللي هي البورسلين، والسلك ده لو طويل فالمقاومة تزيد، ولو قصير فالمقاومة تقل. بالعقل كده كل ما الشارع هيطول هيقابلني مطبات أكتر، فأنا بحرك الزالق ده ناحية البي عشان المقاومة تزيد لو عايز التيار يقل، وحركه ناحية الA عشان المقاومة تقل فالتيار يزيد. بس يا سيدي الفكرة كلها إن المقاومة بتتناسب عكسيا مع شدة التيار. انت بقى يا عم عطية لو عايز تحسب المقاومة من غير جهاز زي ما حسبنا شدة التيار وفرق الجهد تعمل ايه؟ اللي جرب الحوار ده قبل منك عالم كبير اسمه أوم، وعشان يحسبها استخدم المثلث ده. المقاومة ميم بتتقاس بالأوم والباقي عارفينه. عمك أوم سمى المثلث ده بقانون أوم، وقال إنه بيوضح العلاقة بين شدة التيار وفرق الجهد. ولاحظ حاجة مهمة جدا بتوقع كل الطلبة دي، لاحظ إن تغيير المقاومة بيغير من شدة التيار وفرق الجهد، لكن تغيير شدة التيار أو فرق الجهد ما يغيروش في المقاومة. هوضح لك قبل ما تشتمه. هو دلوقتي لو أنا كترت المطبات في الشارع مش سرعة الناس والعربيات هتقل؟ مظبوط. طب لو زودت سرعة الناس هل ده هيكتر المطبات؟ طبعا لا. انت اكيد فهمت. اللحظة المنتظرة، سألني احد طلاب الاعزاء: مستر ما بعرفش احل مسائل وعايز بالخطوات ابسط طريقة احل بيها كل المسائل. يا سلام، بس كده؟ ده انت تؤمر يا جميل. اول خطوة نرسم ال3 معادلات جنب بعض. تاني خطوة نبص على الوحدات ونطلع المعطيات. تالت خطوة اعوض في المثلثات، ولو عندي حاجة ناقصة من مثلث أجيبها من أخوه. يلا يا باشا نطبق. بص على المثال ده كده. 1 أرسم المثلثات، 2 أبص على الوحدات. أوم يبقى المقاومة، يبقى الميم بتساوي 1000 أوم. بعد كده دقيقة، يبقى ده زمن، ب30 في 60 يبقى بيساوي 1800 ثانية، لازم ثانية. بعد كده فولت، يبقى فرق الجهد اللي هو الجيم بيساوي 220 فولت، وعايز مني كاف اللي بالكولوم. تالت خطوة أعوض. طيب يا مستر الكاف بتيجي من شدة التيار في الزمن وما عنديش شدة تيار، هاتها من المثلث أخويا باشا. معايا فرق جهد ومقاومة، أقسمهم على بعض يبقى التيار ب22 من 100، والزمن معايا يبقى كمية الكهربية بتساوي 22 من 100 في 1800، يبقى هتساوي 396 كولوم. واحدة كمان عشان الفكرة تثبت. المثلثات مرسومة. تاني خطوة بص على الوحدات. كولوم يبقى الكاف ب500 كولوم. أوم يبقى دي المقاومة، يبقى الميم ب3 أوم.
أمبير يبقى ده شدة التيار، يبقى الت ب2 أمبير. المطلوب الشغل بالجول، هاجي أعوض هلاقي الشغل بيساوي فرق الجهد في كمية الكهربية، بس فرق الجهد مش معايا، أجيبه من المثلث التاني. معايا مقاومة وشدة تيار، أضربهم في بعض يبقى الجيم بتساوي 2 في 3 بيساوي 6 فولت، وبكده أقدر أعوض عن الجيم ب6 وأجيب الشغل. آخر حتة في الدرس بيقول لي إن الجهد الكهربي اللي داخل لبيوتنا بيبقى 220 فولت، لكن الموبايلات وأجهزة كتير بتشتغل بجهد أقل من كده، مثلا 110 أو 120 فولت، ولو اتوصلت مباشر بال220 هتضرب في وشنا. فالحل إننا نخترع حاجة تقلل الجهد الكهربي، وأكيد جه في دماغك إننا هنزود المقاومة. ممتاز جدا. طب عشان أزود المقاومة يبقى هستخدم سلك طويل، بالظبط كده، وده كله موجود في المحول الكهربي الخافض للجهد. وظيفته إن يخفض الجهد الكهربي عشان نحصل على جهد مناسب للأجهزة. عندي جهاز تاني اسمه جهاز التغذية الكهربية غير المنقطع أو UPS، وده عامل زي الباور بانك، بيخزن الطاقة لما الكهرباء تقطع نشغل منه الأجهزة بتاعتنا. وبس يا سيدي، لو وصلت لهنا فما تنساش إننا عملنا قناة يوتيوب أخيرا، اشترك هناك، وطبعا ادخل جروب الواتس اللي هتلاقي لينكه في البايو، ودعمني بكلمة حلوة عشان ده بيحفزني جدا ويخليني أكمل. عرفنا في الدرس الأول إن التيار الكهربي عبارة عن إلكترونات بتتحرك في سلوك. طب الإلكترونات دي أقدر أحصل عليها منين؟ واحد من الخلايا الكهروكيميائية، ودي من اسمها كده بتحول الطاقة الكيميائية لطاقة كهربية زي البطاريات كده، وحلاوتها إنها بتدينا تيار ثابت الشدة والاتجاه، بنسميه التيار المستمر. لحظة يا مستر، فهمني الحتة دي معلش. بص يا سيدي، تخيل ماسورة مية والمية بتمشي فيها في اتجاه واحد بسرعة ثابتة. بالظبط، هو ده التيار المستمر اللي بناخده من الأعمدة الجافة والبطاريات. 2 المولدات الكهربية، ودي بتحول الطاقة الحركية لطاقة كهربية، يعني باختصار لازم حاجة تتحرك زي الدينامو اللي بيتركب على العجلة كده. تركب العجلة فتتحرك، فالدينامو بيبقى متوصل بكشاف يقوم منور، بس طبعا لما بتجري بالعجلة فالكشاف بنور كويس، ولو مشيت بطيء فالكشاف بقطع. وده لأن التيار الكهربي الناتج بيكون متغير الشدة والاتجاه، بنسميه تيار متردد، كأن المية اللي في الماسورة بتروح وتيجي بسرعة كبيرة، ده اللي بنسميه التردد. طب يا مستر، ايه المفيد لينا اكتر، المتردد ولا المستمر؟ بص يا عطعوط يا ابني، الاتنين مهمين طبعا، بس المتردد ليه مميزات شوية، زي مثلا انه بيشغل معظم الاجهزة وبنستخدمه في انارة المنازل والشوارع، وممكن انقله لمسافات طويلة عن طريق السلوك. ده غير بقى انه يمكن احوله لتيار مستمر اصلا، على عكس المستمر ما ينفعش احوله المتردد، ما ينفعش انقله لمسافات طويلة، مش بيشغل كل الاجهزة، لكن بنحتاجه في بعض العمليات زي مثلا الطلاء الكهربي. نلخص يا عطية، مصادر التيار اما خلايا كهروكيميائية يجي منها تيار مستمر ثابت الشدة والاتجاه، او مولدات بتدينا تيار متردد متغير الشدة والاتجاه. دلوقتي خلينا نفهم ازاي الاعمدة الكهربية بتتوصل مع بعضها عشان تعمل بطارية. بص يا سيدي، ده بسميه عمود كهربي، لو وصلت اكتر من واحد مع بعض بقى اسمهم بطارية. دلوقتي خليني اسألك، هو في كام طريقة ممكن اوصل بيها الاعمدة ببعضها؟ هتقولي يا مستر كل عمود عنده موجب وسالب، فاما اوصل الموجب مع السالب، او اوصل الموجب بالموجب والسالب بالسالب. حلو قوي. لو وصلت موجب بسالب كده انا موصلهم على التوالي، ولو وصلتهم بفولتميتر عشان يحسب القوة الدفعة الكهربية للأعمدة كلها، فهيجمع الجهود بتاعة الأعمدة كلها. يعني مثلا لو عندي 3 أعمدة بالشكل ده، وعايز القاف د كاف اللي هي القوة الدفعة الكهربية بتاعة البطارية كلها، هجمع ال3 يبقى 3 فولت. طيب لو وصلت الموجب بالموجب والسالب بالسالب هتفرق يعني؟ طبعا هتفرق، لاني لو وصلتهم بفولتميتر عشان اقيس القاف د كاف للبطارية ككل هلاقيه بيحسبها للعمود الواحد. يعني مثلا لو وصلت 3 أعمدة بالشكل ده، هلاقي الفولتميتر بيحسب القاف د كاف ب1.5 فولت، كأن موصل عمود واحد.
يعني باختصار في التوصيل توالي زيادة عدد الأعمدة يزود القاف دال كاف، لكن في التوازي زيادة عدد الأعمدة ما يزودش القاف دال كاف. طب ليه نكتر أعمدة طالما بتعمل شغل العمود الواحد في حالة التوازي؟ أقولك عشان عمر البطارية يزيد. ما هو لو 5 أشخاص بيقوموا بشغل شخص واحد أكيد مش هتحس في البداية بفرق، لكن ال5 أشخاص أكيد هيقدروا يعملوا الشغل ده لفترة أطول. بص بقى يا عطعوط، ممكن ألاقي بطارية متوصل فيها حبة أعمدة توالي وحبة توازي زي اللي قدامك دي. في الحالة دي القاف دال كاف هتساوي قاف للأعمدة المتصلة توازي زائد قاف للأعمدة المتصلة توالي. يعني التوازي هيساوي 1.5 والتوالي 3.2 زائد 1.5 بتاع التوازي، يبقى كله 6.5 فولت. الحتة دي بقى غالبا طلب التالتة اعدادي كلهم بيكرهوها، انا هخليك تحبها يا عطية وتبقى اسهل حتة عندك في المنهج، الا وهي رسم الاعمدة الكهربية. يديني مثلا مثال زي ده وعايزني ارسم طريقة توصيل الاعمدة. اول حاجة ابص على القاف ده الكاف للبطارية ككل، لو بتساوي قيمة عمود واحد يبقى وصل كله توازي، لو بتساوي مجموع الأعمدة يبقى وصل كله توالي. طب لو أكبر من العمود الواحد بس أقل من مجموع الأعمدة، هنا التركاية هتفضل ترسم توالي لحد ما توصل للقيمة المطلوبة، وتقوم راسم الأعمدة اللي فاضلة معاك توازي مع عمود من اللي رسمتهم. ناخد مثال، هبص على القاف ده الكاف المطلوبة ألاقيها ب3 ومعايا 4 أعمدة كل واحد ب1.5 فولت، يبقى دي أكبر من العمود الواحد وأقل من مجموع الأعمدة لأن مجموع الأعمدة 6. فهبدأ أرسم 2 جنب بعض توالي، هلاقي كده وصلت لل3 اللي أنا عايزهم، بس فاضل معايا عمودين أوصلهم توازي مع أي عمود. آخر حتة في الدرس بيقولي إن الليمون ممكن يشتغل كبطارية لو حطيت فيه قطعة نحاس وقطعة خرسين ووصلتهم بالشكل اللي قدامك ده، وطبعا بنفس المنطق لو توصلوا توالي شدة التيار هتكون أكبر من التوازي. بس يا سيدي بتمنى لك التوفيق. يلا بينا على الدرس اللي كله فرقعة وتلوثات، النشاط الإشعاعي والطاقة النووية. عرفنا إن الذرة بتتكون من نواة حواليها إلكترونات، والنواة دي بيكون فيها بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة الشحنة. هنا خليني أسألك، إزاي البروتونات الموجبة دي محطوطة في النواة الصغيرة دي ومفيش بينها وبين بعضها تنافر فتبعد عن بعضها؟ تصدق ما فكرتش فيها دي؟ أنا أقولك، زي ما قوة التنافر دي موجودة بالفطرة جوه النواة، في قوة تانية مضادة ليها اسمها قوة الترابط النووي، ودي ميزة موجودة في النواة بس، شغلتها تتغلب على قوة التنافر اللي بين البروتونات، وكمان بتمد الذرة بطاقة هائلة اسمها الطاقة النووية. قصتنا هتبدأ مع عمي وعمك هنري بيكوريل اللي اكتشف ان عنصر اليورانيوم بتطلع منه أشعة غير مرئية سماها ظاهرة النشاط الإشعاعي، واللي فسرها بان اي ذرة لها عدد معين من النيوترونات بيخليها مستقرة، لو العدد ده زاد ساعتها بتكون غير مستقرة، وعشان ترجع تستقر بتخرج طاقة على هيئة إشعاعات ألفا وبيتا وجاما، فبنسمي الحالة دي بظاهرة النشاط الإشعاعي. وعندي نشاط إشعاعي طبيعي ده اللي بيحصل بشكل تلقائي لبعض العناصر زي اللي قدامك دول، ونشاط إشعاعي صناعي ده اللي بينتج من المفاعلات النووية والقنابل الذرية. الطاقة اللي بتخرج من المفاعلات النووية العلماء بدأوا يفكروا إزاي يتحكموا فيها ويستخدموها في مجالات مختلفة زي الطب في تشخيص وعلاج الأمراض، وفي مجال الكهرباء احنا عرفنا إن المولد ده زي الدينامو كده بيحتاج حاجة تتحرك عشان يولد كهرباء. فإيه رأيك لو الحرارة العالية اللي خارجة من المفاعل نغلي بيها المية فتخرج بخار كتير فيحرك المراوح بتاعة المولدات فتدينا كهرباء؟ وده اللي بيحصل. في مجال الفضاء بنستخدم بعض المواد المشعة كوقود للصواريخ، وفي مجال الصناعة زي الكشف عن عيوب المنتجات زي مثلا الأنابيب لو فيها إخرام أو كده، وكمان بنستخدم الحرارة العالية دي في عملية تحويل الرمل للسيليكون اللي بنصنع منه الشرايح الإلكترونية، وفي مجال الزراعة في القضاء على بعض الحشرات الزراعية وتحسين سلالة بعض النباتات، وفي مجال التنقيب في الكشف عن البترول والمياه الجوفية. كمية الإشعاعات النووية لو زادت في البيئة هتسبب حاجة اسمها التلوث الإشعاعي،
والإشعاعات ممكن تحصل من مصدر طبيعي أو صناعي. طبيعي زي الإشعاعات اللي جاية من الفضاء والعناصر المشعة الموجودة على الأرض، وصناعي زي تجارب تفجير القنابل النووية اللي بتعملها بعض الدول، والنفايات المشعة الناتجة عن المفاعلات النووية. وأشهر مثال على المصادر الصناعية للتلوث الإشعاعي مفاعل تشيرنوبل، المفاعل النووي اللي انفجر نتيجة خطأ في تشغيله فتسبب في كارثة، وهي إن العناصر المشعة كونت سحب ضخمة والرياح نقلتها لمعظم دول أوروبا. وطبعا لما السحب دي مطرت نقلت العناصر المشعة لسطح الأرض فلوثت التربة والنباتات والمية. طب يا مستر، هو الإشعاع ده نعرف نقيسه عشان نحدد هو موجود بنسبة مضرة ولا لأ؟ طبعا يا صديقي، وحدة قياسه السيفرت، والجرعة الآمنة للعاملين في مجال الإشعاع اللي بيبقوا لابسين لبس خاص ضد الإشعاع هي 20 ملي سيفرت بس. لكن الناس العادية ما ينفعش يعدي الواحد ملي سيفرت. وكمان الجرعة دي مش ثابتة عند كل الناس، لكن في عوامل بتخليها تختلف من شخص للتاني. يعني مثلا لو شاب صحته كويسة وتعرض لفترة قليلة للإشعاع، أكيد مش زي راجل عجوز وتعرض لفترة طويلة للإشعاع. فبنقول إن العوامل اللي بتأثر على الجرعة الآمنة هي العمر والفترة الزمنية للتعرض للإشعاع والجزء المعرض للإشعاع. طيب إيه بقى الأعراض اللي هنشوفها على الشخص اللي اتعرض للإشعاع؟ بص يا سيدي، الأعراض دي متقسمة لنوعين. واحد اتعرض لجرعة كبيرة في فترة قصيرة، وده هيبوظ عنده الطحال والجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي ونخاع العظام، يعني الراجل ده ينفع نستعمله كقطع غيار بعد كده. وبما ان نخاع العظام هو المسؤول عن انتاج كرات الدم الحمراء والبيضاء، وهو اول حاجة بتتأثر بالإشعاع، فبتبدأ الكرات البيضاء تتجنن وتهاجم الكرات الحمراء، وده بيسبب نقص في كرات الدم الحمراء. طب وايه المشكلة يا مستر؟ لا ابدا، الشخص بيحس انه مهبط، بيحصل له التهابات في اماكن مختلفة في جسمه، بيحس بدوخة وترجيع واسهال، ودي مش اعراض حمل عطية، دي اعراض اشعاع. النوع التاني من الاعراض انه يتعرض لجرعة صغيرة بس لفترات طويلة، مثلا شهور او سنين، وده مشكلته عويصة حبتين، لانه مش بيكتفي بانه يأذي الشخص بس، ده بيأثر على جسمه زي سرطان الجلد مثلا، وبيأثر على ولاده زي التشوهات الخلقية، وبيأثر على خلاياه نفسها زي انه يغير في تركيب الهيموجلوبين فيخليه مش قادر يوصل الاكسجين لباقي الجسم. طب يا مستر، انت ماسكنا اشعاع، طب ازاي اتعامل مع الاشعاع؟ اول حاجة، لو ربنا كرمك واشتغلت في المجال ده هتلبس قفازات وملابس خاصة تحميك، والدولة بتحط قوانين للمحطات النووية تخليها تبرد المية الناتجة من المفاعلات النووية قبل ما ترميها في البحار عشان طبعا ما تموتش السمك. وكمان النفايات النووية لازم تندفن في باطن الأرض حسب قوة الإشعاع بتاعها، لو ضعيف أو متوسط يبقى في باطن الأرض ويحوطوه بطبقة من الصخور والأسمنت، ولو قوي يدفنوه على عمق أكبر في باطن الأرض. وطبعا ياخدوا بالهم إن ده ما يكونش مكان فيه مياه جوفية ولا فيه زلازل. وبما إننا اتكلمنا عن الإشعاع والطاقة النووية، ما ينفعش ما نجيبش سيرة الدكتور علي مصطفى مشرفة اللي شرفنا وسط الأجانب، اللي قال عنه أينشتاين إنه من أعظم علماء الفيزياء في العالم، والعلماء استخدموا نظرياته في بناء القنبلة الذرية، لكن عارض الفكرة دي وقال إننا لازم نستخدم الطاقة النووية في الخير مش الشر. وبس يا سيدي، بتمنى لك التوفيق.